يا أيها السوريون أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فوالله لن يقف في وجهنا أحد مهما كبر أو عظم. هذه كانت أول كلمة بذكرى التحرير للفاتح كاسر ضلع فارس أحمد الشرع بعد أداء صلاة الفجر. للأمانة مو تطبيل، بس شوف خطابه تحسه من عامة الشعب، تحسه سوري أصلا، تحس قلبه على الشعب السوري، تحس يريد مصلحة الشعب السوري، ما يتكلم بفوقية. الرجل من عامة الشعب يريد ياخذ هذا الشعب إلى المستقبل الباهر. ما شاء الله تبارك الرحمن، عنده قبول مو طبيعي. هذا الرجل الذي كسر فارس في زماننا، يعني ذكرنا في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وتأختصر على الحاقدين، أكثر من 32 مليون سوري حر بظهر قرارات هذا الفاتح. إيش راح يتصرف؟ إحنا راح نكون معه. فأيها الفاتح اتخذ القرارات والسوريين كلهم في ظهرك، وماكو لطم إلى يوم القيامة. لا تنسى تحط لايك وتشارك الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.